من الحاجات عادة اللي بتعمل صعوبة في لغة جديدة حد بيتعلمها، هي الحاجة اللي موجودة في اللغة الجديدة ومش موجودة في اللغة اللي الشخص اللي بيدرس بيكون الجملة بيها. دي اللي بتعمل شوية صعوبات أو اختلاف في الأول. بمعنى، اللغات فيها حاجات مشتركة أكيد، كل اللغات فيها أفعال وفيها حروف جر، كل اللغات كده. لكن الفكرة إن في حاجات مشتركة في اللغات كلها، لكن في حاجات بتبقى مختلفة شوية. يعني في حاجات موجودة في لغة ومش موجودة في اللغة التانية. دي اكتر حاجات بتعمل صعوبات. وخصوصا لما تكون الشخص بيدرس اللغه جديد، لان هو دي حاجه موجوده في اللغه دي ومش موجوده في اللغه دي. من اكتر الحاجات اللي بتعمل صعوبه شويه في ان الشخص يتكلم اللغه بشكل كويس. كانجلش مثلا، ايه الحاجات اللي ممكن يكون فيها صعوبات شويه في الانجليش؟ يبقى طبيعي الحاجات اللي هتكون في الانجليش موجوده لكن مش موجوده في العربي، او العكس. دي اللي بتعمل صعوبات اكيد. يعني ازاي؟ يعني مثلا في العربي ممكن يكون الجمله ما فيهاش فعل. مش كل الجمل طبعا، بس في جمل ما فيهاش فعل في العربي. يعني في العربي مثلا بنقول الباب كبير، ما فيهاش فعل الجمله دي. الترابيزه كبيره، الكوبايه صغيره، يعني ما فيش فعل في الجمل دي كلها. لكن في الانجليش ما ينفعش كده. مش بس في الانجليش، كل اللغات الاوروبيه الغربيه ما ينفعش الجمله ما يكونش فيها فعل. كل اللغات الأوروبية الغربية ما ينفعش يكون الجملة ما فيهاش فعل، فلازم يكون الجملة فيها verb. فدي من الحاجات اللي بتعمل صعوبة شوية في تكون الجملة في الأول، لأن الجملة لازم يكون فيها فعل. وعشان كده مثلا في الإنجليش بيستقال الجملة إزاي؟ The door is big. The door is verb is، يعني يكون. is في verb أهو موجود is. فدي من الحاجات اللي بتخلي شويه اللغه بتبقاش لان الشخص لما بيجي يكون الجمله هو مش متعود يركب الجمله كده. فدي من الحاجات اللي بتعمل شويه تريكات كده. فاحنا ستيب باي ستيب مع بعض هنعرف ازاي نتعامل مع الحاجات اللي موجوده في لغه ومش موجوده في لغه. بس الاول نعرف الفكره نفسها. من اكتر الصعوبات ان يبقى في حاجه موجوده في لغه ومش موجوده في لغه. يعني العربي في جمل ما فيهاش افعال، لكن في الانجليش ما ينفعش، مش ممكن. لازم اي جمله يكون فيها فعل. فدي احد الاختلافات المهمه جدا، واللي احنا ستيب باي ستيب باي سكيلز هنشتغل عليها. جود luck.